من 3 حلقات كده تقريبًا عملنا حلقة كلام الناس، الحمد لله وصلني كلام كويس عنها، وفي وسط الكلام جالي 3 أو 4 تعليقات بيقولوا نفس الحاجة، فقُلت والله ما أنا كاسفهم، وهنعمل حاجة كده يعني مش هاقول تكملة لحلقة كلام الناس، ممكن نقول إنها حلقة مشتقة منها أو توضيح لنوع تاني من كلام الناس. بس الأول أحب أقول لكم مساء الخير عليكم، وأهلًا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمانيناتي. معاكم محمد شاهين، وقبل ما نبدأ هاطلب منكم كالعادة مشكورين ما تنسوش تتابعونا، دعمونا بلايك وشير للحلقة، ويا سلام لو نشترك في القناة، وهوبا بقى لو فعلنا زر الجرس عشان إشعارات الحلقات الجديدة توصل لكم بمنتهى السهولة، ويالّا بينا نخش في موضوع الحلقة. التعليقات اللي قُلت لكم عليها كانت بتتكلم في حاجة واحدة، سؤال بمعنى أدق، طب إيه رأيك في كلام الناس اللي مش في ضهري؟ كلام الناس اللي بيتقال في الوش، بيكون زي السم. مش بيكون كلام على قد ما هو بيكون تعليقات قصيرة، سخيفة، تساؤلات بتبان في مظهرها كده إنها بتتسأل عشان الواحد يتطمن، أو كأنها حاجة مقبولة اجتماعيًا في مناسبة معيّنة أو في تجمُّع معيّن. بس تأثير الجملتين القصيرين اللي بيتقالوا دول بيكون سلبي على المتلقي بشكل اللي بيسأل ما بيتخيلهوش أصلًا، أو بيتخيله. وبيكون قاصد يجرح اللي قدّامه، بس مغلِّف التجريح ده بطريقة تخلّيه يفلت لو حد لامه على اللي قاله، ويقول إيه بقى، مش قصدي، أنا باطمّن عليه أو عليها، أكيد مش قصدي أضايقه أو أضايقها. فاهمين أنتم الحركات القرعة دي؟ طيب، الكلام ده فعلًا بيحصل، وعشان كده قررت أتكلّم فيه بمنتهى الوضوح وبشكل مباشر. يعني على سبيل المثال لا الحصر، لإن طبعًا هم كتير أوي. أنتِ تخنتِ؟ خسيتِ؟ مش هنفرح بيك بقى؟ ما فيش حاجة جاية في السكة. وطبعًا هنحط معاهم هو أنتم مش هتصيّفوا السنة دي؟ أو مش هتغيّر العربية دي بقى؟ أو مش ناوي تعزّل في حتّة تانية؟ أو أنت العيال في مدرسة خاصة والّا international؟ وطبعًا بقى الحدوتة الكبيرة بتاعة بتقبض كام ومحوّش كام، وطبعًا يعني زي ما قُلنا في حاجات كتير غيرهم. أمثلة أخرى. أنا متّفق تمامًا مع الأسئلة اللي سألتني دي، وفعلًا في ناس ما عندهاش فلتر بين مُخّها ولسانها، دول بيبقوا على الله حكايتهم، معروفين. تحس إنهم محتاجين معاملة خاصة كده زي المعاقين ذهنيًا. مش دول اللي بنتكلم عنهم هنا، عشان الموضوع يبقى واضح. أنا هنا باتكلم عن خالة جوزِك، وهي بتقول لِك ما فيش حاجة جاية في السكة، وأنتِ عارفة إن بنتها اللي هي بنت خالة جوزِك يعني، متجوزة ومخلفة، وقبل جوازها أمها اللي هي خالة جوزِك كانت عايزاها تتجوز ابن خالتها اللي هو جوز حضرتِك. أظن فاهمين سير الموضوع. طبعًا ده سؤال حربوق، ثعباني على رأي عمنا أحمد السقا، وبصراحة أنا متفهم الصدمة اللي ممكن تشل اللسان في ساعتها. وتخلّي اللي خَد السؤال في وشه ده ما يعرفش يرُد، واللي يضايقه أكتر إنه بيحس إن عدم رَدُّه ده ادّى اللي قدّامه إحساس إنه انتصر عليه، أو زنقه، أو حَط عليه، أو علِّم عليه، أو أي مصطلح بقى ممكن يتوصف بيه الموقف ده حسب رؤيتك يعني للموضوع. مش عايز أطوّل في الأمثلة بصراحة عشان ما أفكّرش أي حد اتحط في الموقف ده بالإحساس اللي حاسّه ساعتها، وأكيد مش هاقدر أرُد على كل اللي ممكن يتقال من الحاجات دي، بس أوعدكم هارُد على أكبر قدر ممكن ييجي في بالي. وطبعًا اللي عايز يزوّد ردود تانية الكومنتات موجودة يا باشا وعيشوا حياتكم يعني إحنا في بلد ديمقراطي. قبل ما أعمل كده لازم أوضّح حاجة صغيرة ومعلش استحملوني فيها شوية. في مثل من أمثالنا الشعبية الرائعة، مثل جميل وعميق وعبقري جدًا، بيقول إيه، بيقول لك يعيش البجح على قفا المكسوف. المثل شارح نفسه، مش محتاج شرح. طول ما البجح بيلاقي المكسوف بيتكسف هيفضل يبجح ويعيش على قفاه، هيبقى لا مؤاخذة راكبه. يبقى الحل إيه؟ الله ينوّر عليك، ما تتكسفش. طالما البجح اتبجح
وطلعت منه بجاحة، يبقى الرد في منتصف الجبهة، ولو اتضايق هوب دبل كيك، استخدم الحيلة بتاعته عليه. ايه ده؟ انت زعلت؟ يا عم بهزر. مش انت برضه كنت بتهزر؟ انا بس كملت على الهزار. لو بتسهر من هزاري يا عم ما تهزرش معايا، خلينا حبايب طالما هزاري بيزعلك. فاهم انت؟ بس كده. عمرك ما هتتضايق من اي كلام بيتقالك وانت محضر رد. وكلمة محضر رد دي انا فاهم انها بتاخد سنين على ما تبقى يعني دماغك متسيستمة على انك ترد على اسئلة او كلمات او جمل معينة، لانها غالبا بتتكرر وممكن تتكرر من ناس كتير مش لازم من نفس الفرد. فاهم الفكرة؟ بس طالما انت الضحية وانت المجني عليك فعلا، هتلاقي لسانك بينطق بالحق وبالرد المناسب. وزي ما قلت لك من شوية، هتفلت منها بحجة الهزار، زي ما البجح اللي قدامك كان هيفلت منها بحجة أصل مش قصدي، أصل أنا بطمن، أصل دي محبة وبتاع والكلام الإيه الحلمنتيشي ده. طب أعمل إيه يا أستاذ غسان؟ حبيب قلبي وأستاذ غسان، اسمع يا ريس واسمع يا ريس. الإجابات اللي هقولها دي والله خدت وقت كتير على ما الواحد حضرها وظبطها في مخه، وبقت رد تلقائي خلاص على أي وكل حد يمد بوزه في اللي ما يخصهوش. أمين. أمين. يعني مثلا السؤال اللي أنا بعاني منه شخصيا بتاع أنت تخنت كده ليه؟ والله أنا بسأل السؤال ده. مش عارف أنتوا عارفين ولا لأ، بس أنا باشتغل من البيت وما بانزلش كتير، شبه ما بانزلش يعني. فلما باشوف حد من صحابي أو بنتقابل بيبقى مثلًا في ناس فعلًا بيبقى لهم سنين ما شافونيش، فآخر صورة شافوها ليّا بتبقى مختلفة تمامًا عن الصورة الحالية، واخد بالك؟ طبعًا مع الصحاب باخدها بهزار بتاع، بس في طريقة كده للرد أنا باردها على أي حد. هيقول لي مثلًا هو كرشك كبر؟ هاقول له وماله؟ ما يكبر، إن شاء الله يكبر واشوفه مهندس قد الدنيا، كده. وساعات باقول ما يكبر يا عم، حد قال لك تشيله معايا؟ أنتم فاهمين الدنيا ماشية إزاي؟ بارُد رَد عادي جدًا إنه يسحبني في حتّة الهزار، ولو اللي قدّامي قفش، اللي هو أنت مش بتهزر؟ مستحيل ساعتها يقول لك لأ كنت باتكلّم جَد، اللي هو طَب أنا باتكلّم جَد أنا كمان، أنت مالك لا مؤاخذة مال الست الوالدة، مالك ومال كرشي، هو أنت اللي بتملاه؟ باخد منّك فلوس الأكل، فاهم؟ أنت تخنت كده ليه؟ وما اتخنش ليه؟ هو أنا داخل مستر أولمبيا؟ يا باشا براحتي وبفلوسي. أو ممكن تقول بقى الكلمة الإيه هي بتجيب الناهية، يا باشا عِز أكل مطرح ما يسري يمري، غيري بياكل ولا بيبان عليه، كإنه بياكل في نَفْسه. ادّانا بُص مش في منتصف الجبهة، إحنا فرتكنا الجبهة، تمام؟ طيب اللي بعده، مش هنفرح بيك أو بيكِ بقى. قبل ما أتجوّز كان ردّي كالتالي، أيًا كان مين على فكرة، إنه رَد مؤدّب، هو حضرتِك أو حضرتك رابط فرحتك بيّا ليه؟ فبالتالي باقول رَد تاني، ما تفرح يا فندم براحتك، إيه اللي منعك؟ يعني واقف في سبيل سعادتك ليه؟ أنا باسمع الرد دلوقتي باضحك، لإن أنا متوقع وقعها على اللي قدّامي. اتعلموها، طول ما أنت صح، طول ما أنت مجني عليك فعلًا، باشا طلّع السلاح وبسِن نملة الدبانة أسفل منتصف الهدف واضرب ولا يهمك. الجميلة طبعًا بتاعة ما فيش حاجة جاية في السكة، دي بقى ردودها كتير جدًا. يعني أنا مرتّب لكم ردود كده إيه، حسب قوتها من السهل للأصعب. يعني أول رَد مثلًا، طبعًا بتختار الردود على حسب مين اللي بيكلمك، عايز تجلطه بس والّا عايز توصّلها لذبحة، فاهم؟ يعني واحدة، واحدة كده. يعني أول رَد، لا والله مش طالب delivery، فاهم؟ أو الألعن منها حاجة إيه، من أمازون يعني؟ أنت فاهم أنت بتوصل معاه لمرحلة إيه؟ مرحلة التسفيه من كلامه. طبعًا ساعتها لو اللي قدامك كمّل بجاحة وقال لك لا، لا، لا أنا قصدي بيبي، يعني فاهم بقى وصلنا بقى للمرحلة دي، فهندّي له بقى الإيه، الرَد القاتل اللي عمره ما بيخيب.
على حسب أنت راجل والّا ست يعني، هتقول دي حاجة بيني وبين جوزي أو مراتي، وفوق ده كله دي بتاعة ربنا، في حاجة تانية؟ بس واقطم، وما تجيش تقول لي أصل عمتي هتزعل، أصل خالتي هتزعل، دول بس بيتطمنوا، لأ، لأ معلش، مهما كانت درجة القرب، ده مش مبرر أو ما يدّيش اللي قدّامك الحق إنه يتكلّم في حاجة ما لوش إنه يتكلّم فيها أصلًا. يا سيدي الفاضل في ناس أول ما يتجوّزوا أو قبل ما يتجوّزوا بيتفقوا إن إحنا مثلًا هنقضّي أول سَنة في الجواز من غير خِلفة، وده يعني حاجة صحيحة مش غلط. افرض لا قدّر الله ما اتفقوش، ليه يكون في عيّل في النُص، فاهم الفكرة؟ افرض مثلًا إن هُم اتجوّزوا بسرعة عشان ي يعفّوا نَفْسهم وعايزين السَنة دي يعرفوا بعضهم أكتر عشان زي ما قُلنا ممكن ما يتفقوش، تمام؟ يا سيدي يحبّوا بعض وحبّوا بعض يعني خدوا بعض عن قصة حُب وبتاع، عايزين السَنة دي يتفسّحوا فيها، يشبعوا من بعض شوية قبل الحياة ما تتغيّر وده طبيعي مش حاجة وحشة، طبيعة الحياة هتتغيّر لمّا ييجي طفل، فإحنا زي ما إحنا بطولنا، نتفسّح، نخرج، نروح، نيجي، بتاع، ناخُد وقتنا شوية كده نستمتع ببعض وبعد كده نبقى نخلِّف، إيه المشكلة؟ فاهم الفكرة؟ ما علينا. آمم السؤال الجميل اللي بعده، أنتم مش هتصيّفوا السنة دي؟ طبعًا أنا الرَد اللي بيتقال كده في ساعتها في وشها على حسابك، أو الرَد اللي هو التوأم بقى بتاعه، إيدك على مصاريف المصيف هتلاقيني بُكرة هناك بالمايوه. هي كده يعني. سؤال جميل كمان، هو أنت مش هتغيّر العربية؟ الرَد الجميل، ليه؟ هو أنا خُنتها؟ اشتكيت لك منّي؟ أو ممكن برضه الرَد اللي هو الإيه، المُغلّف بسيف كده هيخُش في زوره، تقول له لا والله دي عِشرة عُمر، وأنا مش قليل الأصل بصراحة زي الناس يعني أول ما تشوف فلوس تتجوّز على مراتاتها وتغيّر العربية، مش أنا، فاهم؟ سؤال العزال، أنت مش ناوي تعزّل بقى تروح في حتّة أحسن؟ ترُد تقول له بمنتهى البساطة ليه هُم الجيران هنا اشتكوا منّي في حاجة؟ أو ترمي له دي، هو أنا شُفت حاجة وِحشة من هنا عشان أروح هناك؟ مثلًا، أو تدّيها له من تحت الحزام، والله هنا أو هناك مش فارقة، المهم الناس وأهم حاجة ما حدّش يتدخّل في اللي ما لوش فيه. في ناس على فكرة أنا عارف ممكن يسمعوا الكلام اللي أنا باقوله دوّة والردود دي يستغربوا، اللي هو إزاي نقول كده، إزاي أرُد أقول كده؟ أنت مش واخد بالك إن ده عبارة عن رَد، نقولها تاني، رَد مش فعل، أنت ما صحيتش من النوم اتمطّعت وقُلت إيه رأيكم بقى يا جماعة نحُط على الناس النهارده ونقِل أدبنا عليهم، لا يا فندم، في فرق بين الفعل ورَد الفعل، في فرق بين إنّك تتلقّى حاجة وتستجيب لها بالطريقة المناسبة ليك، وفرق بين إنّك أنت اللي تبتدي الكلام مع الناس وتوصّلهم للي أنت مستغرب منّه ده، واصلة؟ ماشي. آمم العيال في مدرسة لغات عادية ليه؟ في رَد محترم بيقول مقدرتي كده، اللي هو الرَد الصريح، مقدرتي كده، بعدين كده أو كده كُلّه بياخد دروس مش فارقة، في level أعلى شوية، يقول له تحب أدخّلهم لك أنهي مدرسة؟ أؤمر. أنت عارف أنت بنعلى بالlevel إزاي؟ وما نستغربش، ما تستغربش، ده حقك. آخر سؤال جه على البال كده عشان ما نطوّلش أكتر من كده، بتقبض كام؟ مرتبك كام؟ الكلام ده كله، دي ما لهاش غير رد واحد بس، واللي يزعل ينفلق، وأنت مال أمك، وبطريقة محترمة شوية عشان اسم الحلقة، وأنت مال الست الوالدة. أمين. أعتقد الفكرة وصلت، يعني ده كل اللي جه على بالي وأنا بارتّب الحلقة، وأكيد لو حد سألني على حاجة في الكومنتات أو على مواقف شبيهة هاجاوبه، بس قبل أي حاجة لازم نقولها تاني وتالت وعاشر ومليون، ونخلّيها دايمًا كده قدّام عينينا، البجح هيكمّل بجاحة لو إحنا كمّلنا كسوف، بطّل كسوف، وادّي له على دماغ الست الوالدة هيبطّل بجاحة، أو على أقل تقدير البجاحة هتقِل كتير، وفي الأول وفي الآخر أنت اللي هترتاح. استبينا؟
استبينا، حتّة اسكندراني. كده حلقتنا النهارده خلصت، وباشكركم على وقتكم اللي سمعتم فيه الحلقة، واستنونا في حلقة جديدة وحدوتة جديدة الأسبوع الجاي إن شاء الله. كان معاكم محمد شاهين، مع السلامة.